متابعي الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من كواليس مراسل صحفي. في هذه الحلقة سنسافر عبر الزمن لنفهم السياق التاريخي للهجرة نحو فرنسا والظروف التي عاشها من اختاروا هذه الضفة من المتوسط من خلال قصة محمد الذي هاجر رفقة أسرته أواخر ستينات القرن الماضي. سنحاول فهم هذا الجزء من تاريخ الهجرة المغاربية، تاريخ منسي لكنه لا يزال يعيش بيننا، ولا تزال انعكاساته جلية إلى اليوم على أبناء الجاليات من أصول شمال إفريقية هنا بفرنسا. نبدأ من منتصف القرن العشرين، حيث كانت فرنسا خارجة للتو من حربين عالميتين، اقتصاد ينهض، شوارع تبنى من جديد، ومصانع تعود إلى الحياة. كانت فرنسا تعيش أبهى فتراتها الاقتصادية فيما عرف آنذاك بالثلاثين المجيدة أو les 30 glorieuses، حيث تسارع النمو الاقتصادي للبلد بشكل ضخم، وباتت الحاجة لتوفير اليد العاملة مسألة ملحة. فرنسا كانت بحاجة إلى أيد عاملة، أيد كثيرة، إلى رجال يحملون الحديد، يحفرون الأنفاق، يشغلون المصانع، ويعيدون بناء ما دمرته الحرب. وهكذا فتح باب الهجرة، وكانت الوجهة الأولى لاستقطاب هذه العمالة هي إفريقيا بطبيعة الحال. خلال نفس الفترة وفي الجهة الأخرى من البحر كان المشهد مختلفا بين بلدان لا تزال تحت وطأة الاستعمار وأخرى حديثة الاستقلال عن فرنسا. كان معظم شعوب شمال إفريقيا يعيش في فقر مدقع. من هنا جاء عرض العمل في فرنسا كفرصة لمساعدة العائلة ومنفذ للهروب من البطالة. وأولى هذه الموجات ظهرت مع حرب الاستقلال في الجزائر، حيث ارتفع عدد الجزائريين في فرنسا في الفترة ما بين 1954 و 1962 من حوالي 211 ألف مهاجر إلى نحو 350 ألف مهاجر. وفي هذه المرحلة ولأسباب تاريخية معقدة كانت الهجرة من الجزائر مهربا أكثر من كونها خيارا. وفي عام 1963 وقعت فرنسا اتفاقات رسمية مع كل من المغرب وتونس تستقطب بموجبها عمالات وافدة، حيث كانت الشركات الفرنسية تتنقل إلى الدار البيضاء أو تونس وتختار العمال واحدا بواحد بطرق قيل عنها الكثير قبل نقلهم إلى فرنسا عن طريق الباخرة. وفي عام 1968 وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع الجزائر، وهو الاتفاق الذي ما يزال يثير الكثير من النقاش داخل فرنسا. هذا الاتفاق الذي أدخل رسميا الجزائريين في نظام الهجرة القانونية وفتح لاحقا الباب أمام لم الشمل. كل هذا كان مقدمة لتصوير السياق الذي سيهاجر فيه محمد كاكي وأسرته إلى فرنسا. هجرة تمت في نفس سنة الاتفاق التاريخي بين فرنسا والجزائر عام 1968. طفل في الثامنة يغادر كل ما يعرفه ليصل إلى فرنسا التي لا تشبه شيئا من ذاكرته. في الجزائر نشأ محمد في بيت كبير وسط أسرة بسيطة لكن محبة للعلم. دخل المدرسة التقليدية صغيرا، تعلم أجزاء من القرآن وبدأ يتقن اللغة العربية. كان محمد من المتفوقين في فصله قبل أن تأخذه الحياة إلى منعطف لم يخطر له على بال. J'avais été à la madrasa, j'ai appris chez les chiites au départ, voilà, à l'ancienne, j'ai appris tous les bases de l'arabe, et donc ça ne marchait pas sur moi, la violence de cet instituteur quand il nous disait tête dans le béton, vous êtes des bourricots. Moi, ça ne marchait pas parce que moi, je savais que je n'étais pas un bourricot, que moi, je savais que j'avais été à la madrasa et que j'avais appris l'arabe littéraire. Je devais devenir médecin et si j'étais resté en Algérie, je serais probablement devenu médecin. بعد الوصول وجدت الأسرة حيا صفيحيا في انتظارهم وبيتا من صفيح تحيطه أحياء كاملة ضواحي باريس بلا صرف صحي ولا تدفئة. يحكي محمد كيف أن الآباء كانوا يعملون 12 ساعة في المصانع في وقت تعيش الأمهات في عزلة تامة، بينما الأطفال ومنهم محمد يدخلون المدرسة الفرنسية لأول مرة. Je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Et donc avec un retard, comme on dit, scolaire important, puisque je ne savais ni lire, ni écrire, ni parler le français. Dans les années 60, c'était beaucoup la précarité, c'était les bidonvilles pour les immigrés, c'était le travail violent, difficile dans les usines pour nos parents.
C'était une misère sociale très très dure. Salle de classe froide. Gelés nous étions, comme la Seine, gelés. Pas habillés contre la froidure. Moi, en short, sans gants. Blouse grise obligatoire, comme tout le monde. يقول محمد: دخلت القسم وأنا لا أفقه كلمة واحدة باللغة الفرنسية، وكانوا ينادوننا بالحمير، لكنني أعرف أنني لست كذلك. عبارة قدحية وعنصرية رافقت محمد وزملائه من أبناء المهاجرين في الفصل، لكن في قرارة نفسه لم يشعر أبدا بالدنية، بل بافتخار شديد، أوصاف يتمرد عليها أحيانا، وأحيانا يقابلها بالإنكار. واقع يلخص تاريخ جيل كامل، جيل استقبل بالرفض والعنصرية، لكنه اختار الصبر والمقاومة. Départ, retour, usine, partir, rester, ici, là-bas, banlieue parisienne, ville de S. عائلة محمد كانت تشبه آلاف العائلات المهاجرة في تلك الفترة. جاءوا لإعادة تشييد البنى التحتية الفرنسية، لكن فرنسا لم تكن لديها سياسات خاصة لإدماجهم. استقبلوا عمالا مؤقتين لا مهاجرين، ولا أحد تصور أنهم سيصبحون جزءا دائما من المجتمع. لكن بولادة أبنائهم تغير كل شيء، حيث سيصبح هؤلاء الأطفال أول جيل سيعيش ويتعلم ويكبر في فرنسا، وسيؤسسون لاحقا ركيزة الهوية المغاربية الفرنسية التي نراها اليوم. Charlemagne est notre roi à tous. اضطر محمد لترك المدرسة في سن 16. اشتغل في البناء، تلقى الإهانات، حمل الطوب تحت المطر، لكنه في الليل كان يعود إلى مقاعد الدراسة. كان يعرف أن العلم هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه. وبعد سنوات سيحقق بعض أحلامه عن طريق الدراسة الجامعية. تحصل على إجازة و5 شهادات ماجستير في العلوم الاجتماعية، وهكذا تحول عامل البناء إلى مثقف وصوت يحكي نضال جيل كامل. Je suis sorti de l'école très tôt, j'ai fait une formation dans le bâtiment, j'étais devenu couvreur, vous savez, le monsieur qui travaille dans les toits. Et là, j'ai rencontré encore des racistes, etc. Mais je prenais des cours le soir. J'étais résistant, voyez-vous. Je lisais beaucoup, et j'ai passé l'examen spécial d'entrée à l'université, puisque je n'avais pas le bac. Et donc, j'ai pu faire une licence, maîtrise, master, etc. J'ai passé 5 masters grâce à un travail personnel, une détermination énorme. Parce que quand on croit en soi, on a la confiance, grâce à mes parents, on a des valeurs, ma mère me disait toujours « sabr ». Sabr, ça veut dire la patience. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des difficultés dans la vie, mais sabr, ça veut dire que vous pouvez surmonter les difficultés. عاد محمد إلى الأحياء التي كبر فيها ضواحي باريس، لكن هذه المرة كمنشط تربوي. كان يرى في الأطفال صورته القديمة، وكان يعرف كيف يفكر الصغار الذين يأتون من الهامش. لذلك انشغل بتأطير أجيال من الأطفال وتشجيعهم على الثقافة والتعليم وعلى المسرح بالخصوص. Formation, Walou. Augmentation, Walou. L'entraide, Walou. Je suis tout pour vous, il disait, je me souviens. انخراط محمد داخل المجتمع الفرنسي واهتمامه بموضوع الذاكرة جعله ينخرط في المجتمع المدني، حيث أسس عام 2004 جمعية ليزورانج التي جعلت من الذاكرة جزءا من الشارع الفرنسي. يقول محمد: لا يمكن أن نعيش بلا ذاكرة، ولا أن نندمج بلا اعتراف. اختار محمد المسرح لإعطاء مساحة لصوته والتعبير عن أفكاره، من منظور أن الفن السابع يمنح مساحة للحكي والضحك والمصالحة. يقول محمد: لسنا بحاجة إلى البكاء فقط، نحتاج أن نضحك أيضا ونحن نحكي تاريخنا. Tout ce qui s'est passé au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, partout, c'est l'histoire de France. Puisque c'est au nom du peuple français qu'ils ont mené des guerres coloniales, qu'ils ont occupé des pays et sans demander l'avis des Français. Donc aujourd'hui, les Français, c'est important et ils ont envie d'apprendre. Moi, quand je rencontre les Français,
partout, tous les jeux, ils me disent on ne connaît pas cette histoire et on a envie de la connaître. Maintenant, pour être programmé dans les théâtres, c'est difficile. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, on raconte simplement une histoire et puis le théâtre, c'est drôle. On peut rire du drame. ومع اقترابه من سن التقاعد ينسج محمد سيرته في شكل فصول مسرحية تحكي ذاكرة جيل كامل، جيل ساهم في بناء فرنسا الحديثة واكتفى بحمل جراحه في صدره، جيل أريد لمجيئه أن يكون مؤقتا فإذا به اليوم جزء من نسيج فرنسا المجتمعي، وهذا حكم القدر أيا كانت آراء الرافضين لهذا الواقع.